الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده فراخ مشويه بالتبذير العماني اللي هو الشواء العماني. دي الوصفه من المطبخ العماني. عايزه اقول لكم تحفه، بس انا هعمل كميه علشان احتفظ بالباقي، وهاخد على قد الاستخدام اللي انا هاخده في تتبيله الفراخ. هقول بسم الله على طول في الوصفه. عندي هنا 4 معالق توم كبار مفرومين، عليهم معلقتين كبار قرنفل. طبعا ما تتخضوش من الكميات لان انا بعمل زي ما قلت لكم كميه كبيره، هحتفظ بالباقي وهاخد بس على قد التتبيله. وكمان زيهم كركم، ومعلقتين فلفل احمر مجروش، معلقه كبيره حلبه مطحونه، معلقه كبيره برضو حبهان بودره. من كل حاجه بقى معلقه كبيره كزبره وكمون، فلفل اسود، قرفه، واخر بهار معايا الخلجان او الخولجان. ده معروف عند العطارين، لو قلت لهم عليه هيدولكم بكل سهوله. وطبعا ما ننساش الملح. نيجي بقى للمكون الرئيسي، ده تمر هندي. انا كنت نقعاه ليله كامله، ولو انتي مستعجله عليه ممكن تنقعيه وتحطيه على النار على طول، هيديكي نفس النتيجه. انا طبعا هصفيه يعني بمقام مثلا كوبايه تمر هندي. وهحط كمان خل بتاع التمر. لو مش متاح عندك ممكن تجيبي خل العادي او الخل الاحمر، وكده تبقى التتبيله جهزت عندي. هتبلها هقلبها كويس عشان كل حاجه تمتزج معايا. كده التتبيله جهزت معايا. هاخد بقى على قد الفراخ اللي انا هعملها، هاخد مثلا كده معلقتين، والباقي هحتفظ بيه في برطمان واشيله في التلاجة لحد ما انت عايزه. ما تقلقيش خالص، مش هيجرى لها اي حاجه، لان طبعا الخل والملح ماده حافظه بالنسبه لها. انا هنا جايبه الفراخ، عندي فرخه كامله مقطعاها كويس جدا، يعني عملتها شرحات كده بالسكينه عشان اضمن ان كل التتبيله توصل لكل جزء في الفراخ. وغسلاها كويس جدا بالملح والخل والدقيق والجنزبيل. انتوا عارفين ان انا بحب ان انا اقعدها في التتبيله ليله كامله. لو انتي مستعجله عليها ممكن تخليها يعني 3-4 ساعات وتبتدي تشتغلي فيها. كل بس المكون الزياده اللي انا هعمله ان انا هحط معلقتين كبار زيت زيتون، واسيبها بقى تاخد راحتها في التتبيله، وبعد كده اقول لكم طريقه سويها ازاي. عايزه اقول لكم التتبيله بجد بجد تتاكل نيه، ريحتها فوق الفظيعه. قعدت عندي كده ليله كامله في التلاجة واتبلت كويس جدا زي ما انا عايزه. انا كنت مسخنه الاير فراير، لو مش متاحه بالنسبه لك ممكن تدخليها الفرن وتحطيها في صينيه هتستوي وهتديكي نفس النتيجه عادي، مفيش اي مشكله خالص. طبعا كل واحده حسب نوع الجهاز اللي عندها. انا هدخلها لمده تلت ساعه على درجه حراره 200، وهقلبها في النص على الناحيه التانية في نص الوقت، وهطلعها لكم بقى بشكلها النهائي بعد ما تستوي. جهزت معايا. عايزه اقول لكم طعمها وريحتها بجد قلب البيت. اتمنى ان انتوا تجربوها، ويا ريت تسيبوا لي كومنت تقولوا رايكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم وصفات تانية جديده.